عسلامة عسلامة، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة سهلة برشا، وصفة من الزمن الجميل، وصفة قديمة برشا زمنية نعملوها التوانسة برشا، خاصة في الشتاء وقت اللي موجود البرتقال. اليوم باش نعملوا، يظهر لي عرفتوا الوصفة، باش نعملوا بشكوتو زمني بنكهة البرتقال. كما تشوفوا المكونات متاعنا سهلين، في ساعة يتعمل من غير ماكينة، من غير حتى شيء، من غير قالب، يتعمل كل شيء نخدموه باليد ويجي بنين بنا ما نحكي لكمش. لازم تجربوها الوصفة هذه وتقولوا لي رايكم فيها. نبداو نشوفوا المكونات متاعنا مع بعضنا. المكونات عنا الكمية اللي باش نعملوها هذوما المقادير متاع كيلو دقيق، كيلو فارينة. دونك كما تشوفوا خذيت كيلو فارينة، هذا هي الفارينة. خذيت معها المقادير هذه تتطلب 4 بيضات، كيس سكر، هذايا الكيس يهز 200 مليلتر، كيس عصير البرتقال. انا عملت خذيت كعبتين برتقال، قشرتهم، خليت معاهم شويه قشره، شطير كعبه بالقشره، والباقي قشرتهم. نحينا القلوب، تنحيوها القلوب باش ما يجيكمش العصير القوم تاعو مر، وحطيت رحيتهم مع بعضهم. اتحصلت على الجو هذا، العصير البرتقال هذا، وفيه كما قلت لكم القشره، شويه قشره نتاع برتقال رحيتها معاهم. كاس زيت، نفس الكاس، نفس معناتها الكاس يهز كما قلت لكم 200 مليلتر، عبيته بالزيت. ونحتاجوا معاها خميره وسكر فانيلا. هذم هما المكونات، كان تحبوا من بعد تزينوا بشويه جلجلان من فوق. اول حاجه نعملوها هنيه باش نحط فوق البيض السكر، كميه من السكر فانيل، حتى كان ما تحطوش ميسالش، خاطر العصير تاع البرتقال ينحي اكل الريحه الخايبه نتاع البيض تاع العظم. ونحطوا كميه السكر، تنجموا راهو اللي يحبها حلوه برشا تنجموا تزيدوا، كيما تنجموا تنقصوا. انا 200 مليلتر 200 غرام سكر في الوصفه هذه يكفيوني. وتوا باش نقعدوا نخلطوا لينك السكر ما عادش نحسوه احرج تحتنا، تحت الباتور، نخلطوه بالباهي جوست باش السكر يذوب، معناتها ما تتطلبش حاجه كبيره. وين تحسوا السكر ذاب ناخذوا نضيفوا كميه البرتقال، وديما تخلطوا، نبداو نزيدوا السوائل ونخلطوا لين نمزجوا المكونات الكل مع بعضها. ونضيفوا كاس الزيت، نخلطوا بالباهي. توا بعد ما تمزجوا المكونات مع بعضهم باش ناخذوا نبداو نضيفوا الخميره، خميره الجاتو والفارينة. ما تنساوش تغربلوهم، الخميرة والفارينة لازمهم يتغربلوا. الفارينة ما تحطوش الكمية ضربة واحدة، تتبعوا تباع بالسياسة، تحطوا 500 غرام ومن بعد تقعدوا تتبعوا بشوية بشوية، خاطر تنجم تكون تشرب برشا وإلا لا. نجموا احنا الكيلو فارينة نستحقوا له كل، كيما نجموا نخليو منه. دونك نبداو نحطوا الدقيق بشويه بشويه ونغربلو، وين توصلوا لشطر الكميه نتاع الدقيق تخلطوا بالباهي وتبداو تضيفوا بشويه بشويه. نخلطها باش نعرف قداش نزيد، نبدا بشويه ونزيدوا لين نتحصلوا على التكستور اللي احنا نحبوا عليه. من بعد باش نستعملوا اليدين بالطبيعه باش نلموا البات نتاعنا. مازالت تستحق كميه اخرى من الفارينه، نكمل نغربل عليها شويه فارينه اخرين بشويه بشويه لين نتحصل كما قلت لكم على العجينه اللي انا نحب عليها. تو نوريكم في الاخر التكستور المطلوب. لميناها كما تشوفوا العجينه نتاعنا تبدا باهيه، ماهيش طريه على الاخر ومش كل يابسه كاين نتاع خبز، طريه شويه دو تيل سورت اللي نجموا
نشكلوها بطريقه سهله. شفتوا تكستور؟ هذا هو التكستور. توا باش ناخذوا بشويه عجينه ونبداو نخدموا البسكوتو نتاعنا. انا دهنت هنيه طابل دو ترافاي، دهنتها الخامه بشويه زيت، ونقعدوا نلموها هكا بشويه بيدينا ونحلوها سو فورم دو بودان باليد هكا. هو لا تستحق ماكينه ولا تستحق حتى شيء. نحلو دي بودان انتوما والكبر والخشن نتاع كعبه البسكوتو تعملوها متوسطه ويلا جويده ويلا خشينه شويه، دونك تخدموها كيف ما تحبوا. نحلو قسمتها العجينه على زوز البودان اللي عملته، نقعدوا نستوي ونحلوها بيدينا اللي نجينا. اذا تحبوها فينو هكا وماهيش خشينه برشا كعبه البسكوتو تعملوها في خشن الصباع. نحلوها بالباهي. تستعينوا ديما بشويه زيت بحذاكم باش كان تتلصق ولا حاجه تدهنوا يديكم بالزيت. هي العجينه خليتها ارتاحت يمكن 5 دقائق بعد ما لميتها باش تسهل لنا الخدمه والفاسوناج نتاعها. دونك هذايا البودان، هذايا الخشن اللي حليناه. ناخذوا القياس حسب الطبق نتاعكم قداش باش تعملوا فيه من صفه. هذه الاولانيه اللي قصيناها نحطوها ونقيسوا عليها بقيه لي بودان تاعنا ونكملوا نقصوهم هكاكا. والطبق نتاعنا حضرناه، الفور نتاعنا حطيناه يسخن على 180 درجه. شفتوا ماهيش خشينه برشا خاطر فيها الخميره باش تعاود تتحل برشا. البسكوتو نتاعنا كعبه البسكوتو باش تعاود تتحل، دونك هذاك علاش ما نخشنوهاش برشا خاطر فيها الخميره. نقصوهم كلهم بالطريقه هذه ونحطوهم في الطبق. تنجموا تدهنوه بالزيت هكا هو كيما تنجموا. انا حطيت فوقه بابي كويسون، تنجموا بالزيت هكا هو من غير حتى بابي كويسون. تنجموا زاده طيبوه البسكوتو نتاعنا. دونك نكملوا نقصوهم بنفس الطريقه بنفس القياس، ماذا بينا يجونا متساويين. شفتوهم ما همش خشين برشا وما همش جويدين برشا. كما تشوفوا كملنا شكلنا البسكوتو نتاعنا الكل، حطيناه في الطبق نتاعنا. احنا عملناهم الخشن نتاعهم كما قلت لكم قد خشن الصباع نتاعنا، لكن بما انه احنا مازلنا نخدموا فيه وهو فيه الخميره ضاعف الحجم نتاعو. استويناه بالباهي في الجناب. تاخذوا اي حاجه تستويوا بها، سكينه ويلا هذه انا نتاع البقلاوه. استويتهم بالكدا نستويوهم باش البسكوتو نتاعنا يجي الحجم نتاعو قد. توا باش ناخذوا اصفر بيض معاها مغرفتين حليب وندهنوه من فوق الكل باصفر البيض. كما تشوفوا خلطنا حليب واصفر بيضه وحطينا فيه نكتين قارص على الريحه الخايبه نتاع البيض. توا ندهنوا البسكويت نتاعنا بالباهي، تعديوا عليه الكل الحليب والاصفر البيض الخليط هذا باش يعطينا اللون مزيان دوري وقت اللي يحضر. بعد ما دهناه باصفر البيض والحليب نحطوا شويه جلجلان من فوق. كان عندكم الجلجلان الاحمر ولا الابيض دو بريفيرونس الجلجلان الابيض، لكن انا مش متوفر عندي باش نعمل الجلجلان العادي. رشه باهيه تعطينا بنه على بنه، تزيدوا نكهه الجلجلان مع البسكوت وتجي ياسر بنينه وفاوحه الريحه نتاعو تولي ما شاء الله. وصفه ياسر سهله وياسر بنينه، ننصحكم تجربوها وتعملوا بها قهوه العشيه ويلا فطور الصباح. توا باش نحطوه في الفور يطيب كما قلت لكم على 180 درجه. البسكوت نتاعنا طاب خليناه برد شويه. توا باش ناخذوا سكينه ويلا انا باش ناخذ هذه اللي نتاع البقلاوه باش نحي الكعب خاطر انا حطيتهم قراب لبعضهم باش لصقوا. هي هذه الطريقه خاطر اللي تطيب بها. هذه هي الوصفه الاصليه القديمه
نتاع البسكوتو اللي بالبرتقال، الوصفه الزمنيه، وتجي بنينه برشا، بنينه وفاوحه. تشوفوها الكعبه كيفاه جاتنا. دونك نعملوهم الكل بالطريقه هذه، ونحطوهم نخليوهم يبردوا بالباهي، ونحطوهم في حكيكه نحافظوا عليهم على الندى ولا حاجه، يقعدوا يشدوكم بالباهي فطور الصباح كما قلت لكم، قهوه العشيه. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا البارتاج باللايك. بسلامه.